حبايبي وحبايب قلبي، اخواتي المنورين حياتي، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد، هنبداه ببركه رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله كتير حبايب قلب، ذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم نار بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابه اقول لك لو وراكوا شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل اطباق، سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله ربنا يعينك وتقدر تخلص كل وراك، ويومكم كله سعادة وهنا ورزق وراحة بال وجبر خاطر، ما تحرمش منكم أبدا ولا من تعليقاتكم الجميلة كلها جبر خاطر. يا رب كده دايما كده منورين حياتي طول العمر، وربنا يحسن ما بين ايديكم، امين يا رب العالمين. طبعا حابه ارحب بالمتابعين الجدد، القناه زادت بكم نور ما تحرمش منكم ابدا. وطبعا هي قناتكم قبل ما تكون قناتي، انتوا اللي هتكبروها وتدعموني، ما تحرمش منكم ابدا. النهارده بقى هنعمل بقى كفته لحمه سهله وسريعه كده، مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا معانا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وبعد كده بقى هنعملها طبعا في صينيه كده، نحط تحتها بقى شويه خلطه كده جميله. طبعا تقدري تقدمها بقى مع عيش، مع مكرونه، مع مثلا رز معمر، مع رز اصفر، رز حبايه وحبايه، براحتك عادي. يعني في كل حالاتها هي ما شاء الله جميله جدا وسهله وسريعه، ما بتاخدش وقت خالص وبتنجز على طول. طبعا نص كيلو اللحمه المفرومه. بعد كده بقى جبت بقى صينيه، طبعا هنشوفها بقى مع بعض دلوقتي. حطيت طبعا عليها، حطيت على اللحمه المفرومه، حطيت عليها بصله كبيره كده مبشوره. شلت بقى ميه البصل اللي على جنب، وحطيت بقى البشر البصل على اللحمه على طول. وحطيت واحد مرق الدجاج، وحطيت بقى شويه توابل كده حلوين بقى على اللحمه. اي توابل انت يعني حباها تحطيها عليها. وطبعا هتحطي معلقه صغيره بيكنج باودر. لو حابه تحطي عليها برغل براحتك عادي، الصراحه انا ما حطيتش المره دي بقى برغل، حبيت احط لها يعني تكون ساده كده النهارده. فطبعا بقى قلبتها كده وعجنتهم بقى عجنه كويسه كده لحد بقى ما تتسمغ مع بعضها، وحطيتها بقى ايه في التلاجة. وبعد كده طلعتها بقى زي ما انتم شايفين اهوت، وبجهز بقى الصينيه بتاعه الكفته. حضرت بقى معايا زي ما انتم شايفين اهوت يا حبايب قلبي، حبايبي وحبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا، اخواتي اللي منورين حياتي. حطيت بقى الطماطم اهوت، قطعت بقى طرنشات طماطم، وطرنشات من الفلفل الاخضر، وطرنشات من البصل. وطبعا معايا حبيتين طماطم، هنعصرهم بقى كويس كده في الخلاط. وبعد كده هصفيهم بقى كده على الخلطه الجميله بتاعتنا ديت، بحيث لان احنا مش هنحط اي اضافات من الميه خالص. شايفين بقى الجمال والحلاوه جميله جدا. عايزه اقولك ان صوص الكفته بنزل بقى على الخلطه ديت، بخلي طعمها جميل جدا وفي منتهى الجمال. جربيها بجد مش هتندموا، وسهله وسريعه متاخدش منكم وقت خالص. بعد كده بقى هنجيب بقى عصير الطماطم بقى الفريش كده، عصرته بقى كده في الخلاط، وبعد كده نجيبه بقى كده على الخلطه الجميله بتاعتنا. نبدأ نحطها بقى كده على الخلطة الجميلة اللي هي في موجودة في الصينية. بس طبعا بتمنى منكم لايك واشتراك في القناة عشان تكبر بيكم، وما تحرمش منكم ابدا، ولا من دعمكم ولا من دعواتكم الجميلة ولا من تعليقاتكم الجميلة كلها جبر خاطر. تقدروا تحطوا شوية توابل كده صغيرين تتبلوا بهم الفلفل والبصل والطماطم كده. وطبعا احنا متبلين بقى الكفتة، بس حبيت ازود دول كده على الخلطة الجميلة بتاعتنا. وحطيت بقى ايه شوية عصير طماطم كده، صفيتهم بقى بالمصفى كده وحطيتهم بقى. بعد كده هنجيب بقى الكفته نصبعها كده على المعلقه. لو عايزه تصبعها على عصيان الشيش طاووق براحتك عادي، مفيش مشكله خالص. عايزه اقولك في يعني في دقايق بتكون جاهزه معاكي احلى واجمل كفته، سهله وسريعه ما تاخدش منك وقت خالص. طبعا بصراحه كان الاولاد عاملين دوشه، ما عرفتش اسجل بقى الصوت كده يعني ايه يعني على طول، فحبيت اسجل بقى بعد ما صورت. يعني انا بصور لكم دلوقتي وبقى مجهزه بقى قرص كده، قرص فلاحه كده طريه تستاهل بقكم. قاعده بقى بشكل بقى فيها كده وببطط بقى فيها. جميله جدا، بتقدمها كده لاولادك كده مع كوبايه شاي بلبن، بتكون جميله جدا. نرجع بقى للكفته الجميله بتاعتنا. طبعا بقى بجد والله ربنا يعلم انا بعزكم قد ايه وبحبكم وبحترمكم على راسي من فوق، وبجد فرحانه بكم وبحبكم، وانتوا اخواتي واجمل اخوات في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي طول العمر. بعد كده هنبدا بقى نجيب بقى معلقه، وطبعا معانا ميه البصل حطيت اهي، نحط عليها بقى ايه ميه البصل، احنا حطينا عليها بقى شويه من الزيت. يعني طبعا عشان بقى ايه نلمع بها الكفته كده نصبها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك الحجم ده كويس جدا اهوت. نقدر بقى نسيبها بقى يعني نشكلها كده ونحطها بقى في الصينيه، وتقدري تعمليها من غير معلقه خالص براحتك برضو عادي. شايفين جميله جدا اهيت وفي منتهى الجمال، متاخدش منك وقت خالص، سهله وسريعه كده.
وعايزه اقولك تقدري تعمليها في العزومات. يعني النص كيلو لحمه ممكن يعمل معاكي حوالي 15 سبع من الكفته او 14، يعني في الحدود دي كده. يعني ما شاء الله جميل جدا بفرط يعني. بعد كده بقى نبل ايدينا من ميه البصل كده، ونبدا بقى نلمع بقى سبع الكفته كده ونشكلها ونحطها كده بقى في الصينيه. وبعد كده بقى هندخلها الفرن على درجه حراره بقى تكون عاليه. انا هعملها في الفرن الغاز زي الفرن العادي، يعني هننزل الصندره كده نعملها في الفرن تحت، مش هعملها في الفرن الكهرباء، هعملها في الفرن الغاز تحت يعني. على درجه حراره تكون عاليه جدا، ما بتاخدش معاكي هي مفيش 5 دقايق يعني تكون جاهزه معاكي تطلعيها. احلى واجمل كفته تستاهل بقكم اخواتي وحياتي، ما تحرمش منكم ابدا. بعد كده زي ما انتم شايفين اهوت هنسبعها كلها كده ميه البصل اللي هتفيض مننا، هنحطها بقى في الصينيه. بتكون طعمها يعني ريحتها جميل جدا كده، بتدي شمخه كده جميله للكفته. بعد كده خلاص هي جوزت معانا اهيت، بجد جميله جدا. شايفين بقى شكلها سهله وسريعه، ما بتاخدش منك وقت خالص. جربيها، جميله جدا وجميله جدا لما تقدميها بقى مع الرز الاصفر كده، وتحط عليه كده شويه زبيب كده على الوش، وترص بقى صوابع وكفته كده على طبق الرز الاصفر، بيكون شكلها جميل كده ومبهج. شايفين عامله معايا كميه كبيره جدا اهي، عامله معايا حوالي 14 صابع من الكفته. طبعا صوابع كبيره جدا، ممكن تصغريها تعمل معاكي 15 واكتر يعني. بعد كده بقى هي زي ما انتم شايفين اهوت، شايفين ما شاء الله جميله جدا. هنحطها بقى كده في الفرن، وزي ما قلت لكم هتستوي معاكم على طول. بس بتمنى منكم بقى لايك واشتراك في القناه علشان تكبر بكم. هدخلها الفرن ونرجع بقى نشوفها تاني مع بعض. شايفين شكلها جميل جدا ازاي. وطبعا مجهزه بقى معايا رز معمر اهوت، نقع الرز ومجهزه بقى الحليب معانا. طبعا ايه بعد كده اول حاجه هحط بقى الكفته، وبعد كده ايه ممكن نحط الرز المعمر، او ممكن نبدل دوت او ده يعني. ننزل بقى الفرن وهنشوف هنعمل ايه تحت ان شاء الله باذن الله. الوقت بقى نزلنا كده الصندره اهوت، شغلت بقى الفرن ونحط بقى الكفته كده. طبعا على درجه حراره تكون عاليه، هتطلع معاكي يعني اقل من 5 دقايق هتكون جاهزه معاكي احلى واجمل كفته. شايفين ما شاء الله. طبعا الاضاءه ظلمها جدا، بجد جميله جدا. والصوص بتاع الدهن يعني او الدهون اللي هي موجوده في اللحمه بتنزل بقى على الخلطه دي، تقدر تغمسي بها كده مع العيش، بتكون طعمها جميل جدا. وتقدمها كده في اطباق. شايفين جميله جدا اهيت، وما خدتش معاكي وقت خالص. وعايزه اقول لك ان ريحتها في منتهى الجمال. بعد كده بقى نحط بقى الرز المعمر بقى في الفرن. عايزه اقول لك في دقايق تكون جاهزه معاكي، تقدري تقدميها كده لاولادك. ربنا يحفظ اولادي واولادكم يا رب من كل شر، ويحفظكم وتحققوا كل امانيكم، امين يا رب العالمين. ويسعدكم ويرزقكم ويجعلكم كده دايما جابرين خاطري، ما تحرمش منكم ابدا. بجد يعني بحبكم اخواتي، ربنا يحفظكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا. بعد كده حطيت بقى الرز المعمر اهوت، والكفته جهزت معايا اهيت. والوقت بقى تفضلوا معانا احلى واجمل كفته في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.